السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم بروات معمرين بواحد الحشوه اللي كتجي بنينه بزاف، سهله في التحضير ودغيا كتوجد. ونبداو على بركه الله. هنا في مقيله سخونه كندير شويه ديال الزبده، تقريبا معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الزبده. غادي نزيد عليها حبه كبيره شويه ديال البرو اللي قطعته طريفات صغار. الزبده ممكن انكم تعوضوها بالزيت، غير هو الزبده كتعطي لذه اكثر لهاد الحشوه. كنخلي هداك البرو حتى كي يهبط شويه هكا وكيتشحر مزيان. غادي دابا نزيد عليه الكفته. عندي هنا تقريبا 300 غرام ديال الكفته. غادي نخليها كتشحر مع هاد البرو. كنحاول انني نفتتها هكا وتنخليها هكا حتى كتشحر مزيان مع البرو. دابا غادي نزيد عليها ربطه ديال لي زيبينار اللي قطعت هكا، قطعتهم رقاق. وغادي نتبل بشويه ديال الملح، شويه ديال البزار، وشويه ديال العطريه ديال الكفته. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو. صافي هنا تنحركهم وتنخليهم تيكملوا طيابهم. من بعد ما طابت الكفته ولي زيبينار والبورو كنزيد عليهم كريمه الطبخ. هنا تقريبا ضفت نص كاس ديال كريمه الطبخ. صافي تنحركهم، تنبقى هكا تنحرك حتى كنحس بهاديك الحشوه تشربات مزيان. غادي نزيد عليها الشعريه الصينيه. عندي هنا علبه صغيره ديال الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء بارد. صافي غير كنضيفها وكنطفي النار. كنبدا تنحركها هكا مزيان حتى كتمتزج مع الخليط ديال الكفته ولي زيبينار والبورو. صافي وهي الحشوه وجدات كما قلت لكم، راه سهله ودغيا تتوجد. صافي هنا خارج النار غادي نزيد شويه ديال الفرماج، كيعطينا التعليكه وكيزيد المذاق بطبيعه الحال. صافي غادي نحركو وغادي نخلي هاد الحشوه حتى تبرد تماما. عاد غادي نبدا نعمر البريوات. دابا غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله، غادي نقسمها هكا على زوج، يعني تنقسمها من النصف. غادي ناخذ هكا هاد الجزء ديال الورقه، غادي ندهنو مزيان بالزيت وغادي نحط الحشوه. كنجمع عليها داك الطرف ديال الورقه وكندهنو كذلك بالزيت مزيان هكا باش كتجينا الورقه مقرمشه كامله فاش كنطيبوها، لان غادي نطيبوها غير في الفرن. الا كنتو غتقليوها في الزيت فماشي ضروري انكم دهنوها الا كانت هكا مدهونه. انا هذه استعملت الورقه اللي كتباع في المحلات التجاريه الكبرى، فكتكون ناشفه ما كتكونش مدهونه. داكشي علاش دهنتها مزيان هكا بالزيت. صافي كنحط كما قلت لكم الحشوه وكندهن بالزيت مزيان وكنبدا كنطوي البريوه بشكل عادي. انا هنا استعملت هذه الورقه لان كانت متوفره عندي. ممكن انكم تستعملوا غير الورقه العاديه اللي كتصايب، يعني الورقه ديال البسطيله العاديه. صافي غادي نستمر هكا كندهن دائما هكا ديك الورقه بالزيت وكنحط الحشوه وكنعاود نجمع عليها داك الطرف ديال الورقه وكنبدا كنجمع هكا اولا كنطوي البريوه هكا بشكل عادي. صافي من بعد ما كملت هذيك الحشوه اللي عندي كامله، دابا غادي نبدا كنلصق هذوك الجوانب ديال الورقه هكا باش ما كيتحلوش لنا البريوات فاش يكونوا كيطيبوا. هنا درت الخليط ديال الدقيق مع الماء هو باش غادي نلصق الورقه. ممكن انكم ديروا الابيض الابيض
وتلصقوا به. صافي هنا من بعد ما غادي نكملهم كاملين بهاد الطريقة هكا تلصقهم كاملين، غادي نستفهم في الطاوة اللي كتدخل للفرن وغادي ندخلهم مباشرة يطيبوا. الا كنتو غادي تقليوهم فمن بعد ما كتلصقوهم هكا كتخليهم واحد المدة ينشفوا هكا باش كتضمنوا انهم ما يتحلوش لكم فاش يكونوا كيتقلاو. الا بغيت تدخلوهم للفرن كيما غندير انا فكتدخلوهم مباشرة. صافي هنا استفتهم كما قلت لكم في الطاوة ديال الفرن، غادي ندهنهم مزيان بالزيت اولا ممكن دهنوهم بالزبده. المهم كندهنوهم مزيان باش كتجي هذيك الورقه محمره مزيان ومقرمشه. صافي غادي ندخلهم للفرن مسخن من قبل، الفرن مشعل من التحت والفوق. غادي نخليهم حتى غادي تحمر هذيك الورقه مزيان، غادي تحمر يعني من التحت ومن الفوق. صافي وغادي نخرجهم لان الحشوه اصلا طايبه، كنتسناو عليهم غير تحمر هذيك الورقه. صافي تنخرجوهم. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن. هانتوما كتشوفوا كنخليهم غير هكا كيتحمروا. صافي تنخرجهم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانهم فعلا تيجيو لذاذين بزاف. هذيك الحشوه كتجي بنينه. كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.